السؤال رقم 1. نزيد في السرعة الإجابة 1، نقص من السرعة الإجابة 2، نستعد الفرملة الإجابة 3. الجواب الصحيح هو 2-3. عندي الضوء الخضر، واخا عندي الأسبقية من الواجب عليا نقص من السرعة ونستعد للفرملة. نستعد للفرملة هي نحط رجلي حدا الفران. إذا الجواب 2-3. السؤال رقم 2. يمكن لي التوقف على اليمين؟ نعم الجواب 1، لا الجواب 2. الجواب الصحيح هو 2. ما يمكنليش لا التوقف ولا الوقوف على اليمين، لان هذاك الخط الاصفر اللي داير بحال الزيكزاك كيعلم على هاد المحطه مكان محطه ديال الحافلات، وفي محطه الحافلات ممنوع التوقف والوقوف فيها. اذا الجواب 2. السؤال رقم 3. تحديد السرعة كيبدا على بعد 70 متر. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. على بعد 150 متر. نعم الجواب 3، لا الجواب 4. الجواب الصحيح هو 2-4. هاد العلامة اللي كتحدد السرعة هي علامة المنع، كتقول ممنوع نتعدى 70 كيلومتر في الساعة. إذا كتحدد السرعة 70 كيلومتر في الساعة. وعلامات المنع هي علامات وضعية، أي من عند العلامة كيطبق المنع، ماشي على بعد 150 متر. إذا الجواب 2-4. السؤال رقم 4. نكمل عملية التجاوز. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. من الواجب نشد اليمين. نعم الجواب 3، لا الجواب 4. الجواب الصحيح هو 1-4. هاد الطريق داز اتجاه واحد، لأن الخط اللي على اليسار متصل، وإلا كان الخط اللي على اليسار متصل كيعني الطريق دات اتجاه واحد، وإلا كان الطريق دات اتجاه واحد يمكن ليا نتبع عربة كتجاوز. إذا نكمل التجاوز ديالي، ماشي من الواجب نشد اليمين. الجواب 1-4. السؤال رقم 5. هاد المسلك المشار إليه هو مسلك الدراجات. الإجابة 1. مسلك التخزين. الإجابة 2. مسلك العربات البطيئة. الإجابة 3. الجواب الصحيح هو 2. هاد المسلك هو مسلك التخزين، فيه السهم ديال الاتجاه على اليسر، كيستعملوه العربات اللي بغاو يدوروا على اليسر، بمعنى كيتخزنوا في هذاك المسلك باش يدوروا على اليسر. اذا سميتو مسلك التخزين. الجواب 2. السؤال رقم 6. هاد العلامة وضعية. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. الجواب الصحيح هو 1. هاد العلامة وضعية، لأن هاد العلامة هي علامات الإرشاد، وعلامات الإرشاد هي علامات وضعية، أي كتكون حدا الشيء اللي كتشير ليه. هادي كتقول إرشاد محطة الحافلات، وهذاك الخط الصفر هذاك هو المكان ديال الوقوف ديال الحافلات. إذا الجواب 1. السؤال رقم 7. يمكن لي التجاوز؟ نعم الجواب 1، لا الجواب 2. الجواب الصحيح هو 2. ما يمكنليش التجاوز، لأن أولا عندي العلامة كتقول لي نهاية مسلك التجاوز، والعلامة الإرشاد هي علامة وضعية، أي من عند العلامة غادي يتقاضى مسلك التجاوز.
كذلك عندي سهم الانحياز الموجود في مسلك التجاوز، كيعني أن المسلك التجاوز غادي يسالي من الواجب عليا نشد اليمين. إذا الجواب جوج. السؤال رقم 8، الضو ما خدامش، نقص من السرعة وندوز؟ نعم الجواب 1، لا الجواب جوج. نعطي الأسبقية للسيارة؟ نعم الجواب 3، لا الجواب 4. الجواب الصحيح هو جوج 3. إلا كانت الأضواء الثلاثية ما خداماش كنرجعوا للعلامات إلا عندنا، إلا ما عندناش العلامات كنرجعوا للقاعدة العامة اللي هي الأسبقية اليمين. هنا في هذا السؤال قال لك الضو ما خدامش وما كايناش العلامة من ديال علامات التقاطع، إذا الأسبقية غتكون اليمين. هاد السيارة خارجة لي من اليمين، إذا نعطي الأسبقية. الجواب جوج 3. السؤال رقم 9، الخطر غادي يبدا على بعد 150 متر؟ نعم الجواب 1، لا الجواب جوج. على بعد 400 متر؟ نعم الجواب 3، لا الجواب 4. الجواب الصحيح هو جوج 3. علامات الخطر هي علامات متقدمة، كتكون قبل من الخطر اللي كتشير ليه على بعد 50 متر داخل المدينة وعلى بعد 150 متر خارج المدينة، ولكن دخلت عليها اللافتة الصغرى للبعد كتغير البعد السابق. إذا الخطر اللي كتعلن عليه العلامة ما غاديش يكون على بعد 150 متر، غادي يكون على بعد 400 متر. الجواب جوج 3. السؤال رقم 10، هاد العلامة وضعية؟ نعم الجواب 1، لا الجواب جوج. متقدمة؟ نعم الجواب 3، لا الجواب 4. الجواب الصحيح هو 1 4. هاد العلامة هي علامات الإرشاد، وعلامات الإرشاد هي علامات وضعية، أي كتكون حدا الحاجة أو الشيء اللي كتشير ليه. إذا هذه كتشير للموجود ممر الراجلين، فكيف ما كتشوفوا الممر الراجلين كاين حدا العلامة، إذا هاد العلامة وضعية. الجواب 1 4. إخواني المرشحين، أخواتي المرشحات، بالنسبة للناس اللي ما عندهمش الوقت باش يمشيو لمؤسسة تعليم السياقة أو كيلقاو مشكل في فهم القواعد ديال السير، كاين واحد جروب في الواتساب بالأداء فقط ب50 درهم ولمدة 3 شهور، يعني 50 درهم في 3 شهور كاملة. فاللي بغى يلتحق بهذا الجروب ويستافد معنا يتواصل معنا في الواتساب في هذا الرقم هذا. ونعاودو نذكرو ان هذا الرقم خاص بالجروب ديال الواتساب بالاداء. والله يوفق الجميع ان شاء الله.